غسلت عاري بإيدي، كلمات تتردد على لسان والد طيبة العلي، والأخ ماشي ورافع راسه وكأن شيئا لم يكن. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة هتكلم. هنتكلم النهاردة عن قضية أثارت الرأي العام، وهي جريمة بشعة حدثت في العراق مع بلوجر عراقية تعرضت للقتل خنقا على يد والدها وهي نائمة بحجة غسل العار والشرف. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وما تنساش فعل زرار الإشعارات على الكل، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصلك لحد عندك. طيبة العلي فتاة عراقية تبلغ من العمر 25 عام، قررت أن تسافر إلى تركيا بدون أحد بعد تعرضها للتحرش على يد شقيقها، ولم يستجب الأهل لصرخة الفتاة بعد تحرش أخيها بها، واعتبر الأهل هذا الأمر لم يحدث. وهنا بدأت القصة، وسافرت طيبة إلى تركيا بعيدا عن الأهل، وتعرفت على شاب سوري هناك وعاشت معه في نفس المنزل. وهنا قرر الأهل التخلص من الفتاة، وبعد ذلك طلبوا الأهل رجوع طيبة إلى العراق، فوضعت شرطا للرجوع، وهو إن شقيقها لا يكون بالبيت، ولكنهم لم يوافقوا على خروج الأخ. عادت طيبة إلى العراق قبل عدة أيام للاحتفال بفوز منتخب بلادها بكأس الخليج، وزارت لأول مرة بغداد، وهناك فكرت أن تذهب للقاء والدتها قبل أن تلحق مرة أخرى إلى تركيا، وكان ذلك قبل موعد رجوعها بيوم واحد. ولكن لم تلحق الذهاب إلى والدتها، فقد أتوا إليها فجرا بمنزل صديقاتها حيث كانت تسكن هناك، وخدروها وأخذوها إلى الديوانية، وكان هناك وقعت مشادة كلامية عنيفة بين طيبة ووالدها، وقام والدها بخنقها حتى الموت وسلم نفسه للشرطة.